السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم بخير طيبين. أهلا أخواتنا. تامر أمين اتجرأ من في فيديو كده طالع وبيسيء للصعايدة وبيسيء للناس اللي ساكنة في الأرياف، جماعة الفلاحين والصعايدة عامة، وذكر الصعيد بالمعنى الحرفي للكلمة يعني. فالراجل بيقول إن الناس عندنا في الصعيد بتخلف العيال عشان العيال لما يكبروا يصرفوا على أهاليهم. يا ودي فيها حاجة وحشة يا ابن الجزمي، يا ابن العزب، دي فيها حاجة وحشة بالله عليك. كلنا احنا وصغيرين اشتغلنا وطلعنا وكبرنا وبنساعد اهالينا، ايه المشكله في كده؟ تاني حاجه لما بيقولوا بعد كده البنات ما بيغلبوش فيها وبيروحوا يشتغلوا خدامات في القاهره وفي الارياف وبحد عندكم وفي الحته هاي الامانات دي بتاعتكم، العالم الوسخ بتاعكم. ابن التانا بيشتغلوا خدامات عندكم انتوا يا ابن الوسخه يا تامر امين. انت راجل مش محترم وراجل مش مؤدب، وانتوا بديتوا عار على المجتمع المصري، لانه كل فتره والثانيه بيطلع لنا واحد قذر، واحد ابن كلبه مش متربي خالص، يغلط في اهلنا في الصعيد وفي اخواتنا البنات المحترمات المؤدبات اللي بيلبس المستورات كلهن، مش بلوب اللي بالبكيني بمشي اللي بالنص فم. فاهم؟ ما انت ما تعرفش الكلام ده، انت ما تعرفش المرجله، انت قاعد كلها وسط حريم، انت قاعد كلها يا تامر امين وسط رقاصات، انت بتستضيفش غير الرقاصات والعالم الوسخه. انت من امتى شفناك اصلا بتتكلم على حاجه محترمه في مصر؟ اللي خلاك اعلامي ظلمك اصلا انت. سلام ورحمه الله وبركاته. اللي خلاك اعلامي ظلمك، اشكال وسخه، اشكال زباله، كل فتره والثانيه نلاقي واحد قذر ابن قذره ابن جزمه طالع ويغلط في السعاده ويغلط في الحريم وفي البنات. الناس اللي قاعده في بيوتها معززه ومكرمه يتم الاساءه لها من قبل واحد اصلا شغلانته كلها انه يرتقي بالرقاصات، شغلانته كلها انه يرتقي بالرقاصات، عيشته كلها وحياته وامه وابوه واهله وناسه الناس الفري. عادي يشوف امه طالعه بالبتيني، عادي يشوف امه طالعه لابسه ضيق، عادي يشوف امه لابسه محزق، ما تفرقش معاه، لكن احنا عندنا بيفرق. وبعدين وقسما بعزه جلاله الله وملك عليه حلفان يا تامر امين يا ابن الجزمه ان احنا عمري ما شفت اصلا واحده من عندنا تطلع تشتغل خدامه في القاهره. انا راجل من اسوان، من اخر الصعيد، في اخر حته في الصعيد، واقسم لك بالله انا عمري في حياتي ما شفت واحده من عندنا طلعت اشتغلت خدامه عند واحد ابن رقاصه زيك. ابن التانا بيشتغلش غير الشغل المحترم والشغل الشريف، مش شغل الرقاصات بتاعكم، مش بتوع كباريهات. احنا يا تامر امين لو انت متربي على جو الكباريهات وجو الرقاصات وقعدتك دايما معاهن، فاحنا عندناش الكلام ده للاسف. احنا عندنا في القرى وفي الارياف مفيش مرقص بتروح امك وقتك عندناش الكلام ده، لان احنا ناس محافظه يعتبر الى حد ما، لكن بسبب وساختكم وتطاولكم علينا كل فتره والثانيه حنطلع ونخط على ميتين ابوكم، حنطلع نخط على ميتين ابوكم، لان انتم بتوصلونا للمرحله دي. انتوا عايزين تقعدوا تعزلوا الصعيد وبتعاملونا كاننا جوره او كاننا حاجه وسخه بتستعاروا منيها. احنا لما بنخلف الناس بتخلف عشان عزوي، عشان لما راجل يبدا يتشاكل معاه مشكله او خلاف مع حد ثاني بيطلع وراها 11 راجل من بيت واحد. ما تعرفش الكلام ده يا وحيد امك وابوك انت، الله يلعن ابوك لابو امك، حتى لابو تربيتك تربيه وسخه. ما هي امك لو مره محترمه عرفت تربيك اصلا ما كنتش تقول كده. قول لي ليه؟ لان الراجل المحترم ما بيغلطش في ستات محترمه، لأن الرجل المحترم بيحترم الناس وبيحترم ناس فيها أكتر ناس في مصر كلها بتخدم في الديش بتاعك اللي أنت عايش في خيره يا ابن الجزمة، من الأرياف ومن الصعيد، من الفلاحين ومن الصعايدة. أنت ما تعرفش كده أصلا، ولا تعرف إن الستات الصعيدية أصلا دي طلع علينا علماء وطلع علينا ناس جهابزة، مش طلعوا لنا ولد عزبات زيك يا ابن العزبة، لأن أنت ينطبق عليك ابن عزبة وابن عزبه، ابن عزبه وسخه كمان يا ابن الوسخه يا تامر امين. انا مش هيهمني ان انت ترفع قضيه ولا ترفع اي حاجه على ميتين ابونا، لان احنا اجرفنا من اشكالكم. كل اللي احنا نعمله ان احنا هنخط عليكم، واي واحد صعيدي هيطلع هيخط عليك، عشان كل كلب يلزم مكانه وكل قرد يلزم شجرته. فهمت يا حيوان؟ وبعدين لما تطلع تتكلم على الصعيده المفروض تربع ايديك كده. يلا انت يا اللي اسمك اعلامي، اعلام مين يا ولاد الجزمه انتوا؟ اعلام ايه القذر اللي بتقدموه لنا؟ اعلام وسخ، اعلام هابط، ما بتطلعونا غير الرقاصات والوسخات والقذرات، اشباهك واشباه الرقاصات اللي عندك اللي ننوم عليهن، وفي الاخر تغلط في ابن التانى يا ابن الجزمه. علي اليمين من دين انت ما شفت رباعي. ما هو ابوك وامك اصلا لو عرفوا يربوك ما كنتش تتكلم بالطريقه دي، لان المحترم بيحترم الناس اللي حوالين مني، ما بيعاملش الناس بعنصريه او بتنمر. لما يقول على بناتنا انهن بنروح احنا بنشحنهن، ليه هن بهايم يا ابن العزبي؟ هن بهايم يسحنوهن عشان يروحوا يشتغلوا في القاهره.
وين قريت الكلام ده ولا وريت شفت الكلام ده؟ انت شفت حاله فرديه من قبل ناس ضعيفه مش من عندنا اصلا، يبقى ما تعممش وقول الصعايده كلهم بيخلفوا بناتهم عشان يصرفوا عليهم وعيالهم عشان يصرفوا عليهم، ولو ما لقيناش للبنات حل بنروح نشحن هنا القاهره عشان نشتغل الخدامات عند امك. امك اللي ما عرفتش تربيك، بناتنا بنروح نشتغل الخدامات عند امك. الله ينعن ابوك لابو امك. خدامات. طيب تعرف يا تامر امين ان انت اصغر بنت عندنا بضفر عيلتك كلها؟ طيب تعرف يا تامر امين ان اصغر بنت عندنا عارفه جدها السابع مين؟ ها؟ تعرف الكلام ده؟ ما تعرفش الكلام ده انت للاسف. تعرفش غير الرقاصات، وتعرف المسخره والنواح والتريقه والفتنه ما بين الناس اللي بتحاول تستضيفها عشان تعمل حاجه ترند تطلع بترند. فاحنا كل فتره والتانيه من فتره كبسنا على واحد اسمه متولي سعيد واتبهدل بسكير واتمسك واتضرب واتهان من واحد صعيدي، وبرضه بتكرروا نفس الافعال الوسخه بتاعتكم. كل فتره والتانيه بينط علينا كلب من الكلاب الوسخه دول بتوع الاعلام القذر، الاعلام الزباله. النائب العام والناس المسؤولين، وزير الاعلام، الاشكال القذره دي بتسيء لنا. هذا يا عم في كذا تعقيب بيقول لك في الريف وفي الصعيد في ناس بتخلف علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم، الواد يوديه ورشه والبنات يشحنوهم على القاهره عشان يشتغلوا خدامات يا ابن المرأة، خدامات يا ابن المرأة. انت اعلامي يا ابن المرأة. خشوا على الفيديوهات، الناس اللي مش عارفه الكلام ده جايبينه في كذا فيديو وبيتكلم صوت وصوره، وبيتكلم بالطريقه القذره، الطريقه اللي فيها عنجهيه، ان احنا اوساخ وان احنا زباله وان احنا بنخلف بس عيال وبنات عشان يصرفوا علينا. مش غلط ان الاب، ما هم شالونا احنا وصغيرين يا ابن الجزمه، ما انت ما حتلاقيش حد يشيلك انت وكبير عشان انت تربيه رقاصه. احنا بيخلفونا وبنشتغل فعلا من احنا بدري بدون 20 جنيه و15. انا اشتغلت ب7 جنيه في اليوميه يا ابن الجزمه، بس على الاقل طلعت راجل بصرف على نفسي. وبعدين ما بنستناش من اهالينا انهم يقولوا لنا تفضلوا، لا احنا بنشتغل وبنجيب الجنيه وبنجيب القرش عشان احنا رجاله. ما لقيناهاش بالساهل ولا بالطيب زي ما انت لقيتها يا ودام تامر. يا ودام تامر، احنا طلع عين ابونا في الدنيا دي اي نعم جينا وشغلنا، بس ده مش عيبه الشغل معه هو صغير، مع انه حقوق الانسان وحقوق الطفل بالطالب ان الطفل ما يشتغلش ويراعي لمدرسته. اي نعم احنا متفقين في الكلام ده، بس المعيشه والظروف الصعبه اللي بتمر بها في بلادنا ولا متربين عليها بسبب تجاهل المسؤولين فتره طويله للصعيد خلتنا ان احنا نطلع رجال. من احنا عندنا عيال صغير، احنا عندنا اسود، عندنا عيال مش عيال اسود بالفعل والله، كلمه اسد العين يطلع بيشتغل. حضرتك انا كنت بشتغل بحماره بجيب بيها المزبله، كنت بجيب الدور ب 75 قرش من حوالي كيلو، بطلع اوديه للناس في البلد بعمل لي 5 جنيه في اليوم. المفروض انت في ثاني اعدادي في ثالث اعدادي كنت باشا زمان بجيب لبس وبحوش وبعمل. ده عيب يا ابن الجزمه؟ ده غلط مثلا؟ اشتغلنا يوميات وشلنا على اكتافنا ب 50 جنيه وب 30 جنيه، ومن اليوميه كانت 15 جنيه و7 جنيه. حصيد القمح كنا بنصحى له من الفجر ب7 جنيه. طيب هل ده يعيبني كراجل انا وكشاب؟ لا. اقول لك ليه؟ لان تفكيركم العقيم فاكرين انه ده بيرتب طفولته، ما بتفكروش غير من المنظور ذاتي، ما بتفكروش انه ده بيساعد اهله، ما بتفكروش انه ده الشغل من هو وصغير بيخليه راجل. انا مش مبرر شغل الاطفال او استعباد الاطفال او الكلام زي ذاتي، ده بتفكيركم انتم القذر. لا، الشغل عندنا لما بنشتغل الناس بتشتغل في اراضيها، بتشتغل في زراعتها، بتشتغل في التجاره، بتشتغل في موسم مانجا، بتشتغل في موسم بلح. فمش عيبه ولا غلط ان الشاب من هو وصغير معاه بهيمتين ربيهن ولا بسعين بيساعد اهله او ناسه، او لما يكبر انه يصرف على اهله وناسه. ده مش غلط، ده مش غلط يا بيه، لان انت مش هتلاقي حد يشيلك انت وكبير، لان انت بني ادم قذر. انت ما تفهمش الكلام ده طبعا، ما تفهمش ان عندنا في بنات لحد الان ما شغلتش تلفونات اصلا يا تامر بيه. لما نروح نوديهم القرن نشغلهم خدامات عند حضره حضرتك انتوا والجماعه القرع والاعلام الفاسد والقذر بتاعكم. فارحمونا من قذاركم ومن وساختكم، وبلاش تبجوها في وشنا كل فتره والتانيه، عشان احنا مش هنسكت لحد يا اولاد الوسخه. احنا مش هنسكت لحد، احنا اقوياء وصوتنا قوي، ومش هنسكت على اي اساءه تتوجه لنا. حنهين اي حد يحاول اهانتنا، حنرد بالادب والزور مره واثنين وثلاثه. ما نفعش الادب والزور حنقل ادبنا على اتخن طخين يسيء لنا ويسيء لحريمنا. الساده المسؤولين في مصر، الرجاء اتخاذ تصرف فوري لصاد البني ادم ذاتي عشان ما يتجرؤوش الفتره والثانيه. سياده المسؤولين في مصر، مسؤولين الاعلام، الناس مكرم محمد ولا مكرم محمد اسمه وزير الاعلام ده ولا وزير الهني ذاتي، شوفوا لكم حل مع الاشكال القذره اللي بتغلط لنا بتغلط فينا.
وبتسيء لهم كل فتره والثانيه. ما صدقنا احنا خلصنا من واحد قذر لسه من شهرين ثلاثه طالع لنا تامر امين كمان تربيه الرقاصات، ولا بيجي بيستضيف شغل الرقاصات، بيهيننا وبيهين في حرمانا وبيهين عيالنا، بيعين الشباب الصغير اللي طالع ميتين ابوها عشان تساعد اهاليها وناسها. وهو بيتكلم على موضوع الخلفه الكثير. موضوع الخلفه الكثير ممكن في ناس شايفاه انه غلط وبتاع وكذا وكذا، بس احنا تفكيرنا غير كده خالص. بيشقوا وبيطلعوا والعيال بيطلعوا وبيكبروا وبيسووا. ومش غلط يا تامر يا ابن التنحة، مش غلط ان العيل يساعد ابوه لما يكبر يا ابن الجزمه، لان هم شالونا احنا وصغيرين، هم شالونا وتعبوا فينا احنا وصغيرين، لازم نشيلهم احنا وكبار. انت واصل شيلك الحته دي، انت ماخذ الموضوع بهرجه وعايز تاخذ لك بنطه على حسها نحن. انت عايز تاخذ لك بنطه وبتنادي بدا بتقليل نسبه السكان والكلام ده. لا، نسبة السكان في ناس يناقشوا الكلام داتي ووضحوا الكلام داتي للأهل والناس والأبان والأمهات. مش واحد قذر عندك ما عندوش أي دراية بعيشتنا عاملة إزاي أو عايشين إزاي أو بنتعامل إزاي في حياتنا، ويجي يتكلم بالعنجهية اللي بتتكلم بها دي. ابنتنا بتشتغلش خدامات يا وسخ، بناتنا بيشتغلينش خدامات يا قذر، بناتنا اقسم بالله انا ما عارف انت المعده اللي تبدا البرنامج ده ناوي وهنك انت ولا اهبل ولا عبيط؟ انا شفتش الكلام ده يا اخي، والله العظيم انا بالفعل عندي 33 سنه، انا شفتش حاجه زي انا شفتش واحد من عندنا شحن بنته وداها القاهره عشان تشتغل عند ام حضرتك، الله يلعن ابو ام حضرتك حضرتك قال انا شفتش الكلام ده، فانت بتتبلع علينا وده كلام غلط واحنا ما نقبلوش. واي راجل مصري واي راجل محترم لا يقبل الكلام ده، لان الكلام النهارده على الصعايده في كل حته في مصر يا ابن الدزمه، الصعايده في كل حته يا ابن الدزمه، الصعايده في كل حته، الصعايده هم اللي موقفين البلد دي على كتافها بجوار الفلاحين والاسكندرانيه وبتوع بورسعيد والاسماعيليه والحتت دي كلها. الصعايده مكون اساسي من مكونات مصر، الصعيد هو الاساس، الجنوب هو الاساس، صعيد مصر هو الاساس في كل حاجه في مصر، ولازم تفهم كده. واي بني ادم قذر في مصر يفكر تفكير غير كده. خلاص راح زمن محو الاميه وراح قله التعليم، دلوقتي في ناس متعلمين عندنا، في تكنولوجيا، في وسائل تواصل اجتماعي، حنعرف نوصل صوتنا ونعرف نعبر عن راينا، حنعرف نقول وحنعرف ان الجزمه حنخط له اصبعنا في عينه، حنخط له اصبعنا في عينه عشان ما يطلعش كل فتره والثانيه واحد قذر يطلع يتكلم على الصعايده. فيا تامر امين احترم نفسك ولما الدور، واحنا مش حنسكت. وبطالب اي صعيدي راجل محترم اطلع واتكلم ما يهمكش، اطلع وعبر عن رايك، اطلع ان شاء الله تسب وتلعنه، عبر رايك وارفض الكلام ده، ارفض الاساءه ليك ولاختك واللي في البيت، ارفض الاساءه يا صعايده، عشان مش كل مره حنطلع نرد على اشكال وسخه. ارفضوا الاساءه بكل طريقه ممكنه، ما تخلوش الاشكال الوسخه دي تزاود وتتطور كل فتره والثانيه. ساعدونا وانشروا الفيديو ده ووصلوه لاي مخلوق صعيدي، اي صعيدي راجل محترم اصيل بيغير على بنته وبيغير على اخوه وبيغير على بلده، يعمل مشاكل الفيديو عشان يوصل لابن الجزمه ده، عشان كله قرد الزم شجرته. الزم شجرتك يا تامر امين، عشان قبل منك في واحد اتضرب واتهان وبكى وتعامل معاها القلاشه، اتعامل معاها القلاشه واتهان وبدا يتميز زي الحليم قسما بالله. والفيديو يخش عندي على الصفحه، اسمه متولي سعيد واعلامي زيك، طلع وغلط في الصعيد وبكى واقسم بالله بدمع عينيه. ده مش تحريض ولا ده ترهيب ليك ولا حاجه زي كده، بس الزم حدودك وخليك محترم عشان الناس تحترمك. انت المفروض راجل اعلامي، المفروض تقدم حاجه محترمه، المفروض لما تيجي تتكلم تبقى عارف بتقول ايه، ابقى عارف ان انا ما اغلطش ولا اتنمر ولا اسيء لفئه كبيره من شعب مصر. ما ينفعش اسيء للناس دي كلها، ما ينفعش انسى التقاليد والحضاره والعراقه والاصول، لان فيه ناس مأصله، في ناس لسه لحد عندنا لحد دلوقتي جدها سيدنا النبي مباشره بالتسلسل هيجيبها ليك، جده سيدنا النبي. انت تقول على بنتك تروح تشتغل خدامه يا ابن الخدامه، يا ابن المرأة مش متربيه. فاحترموا نفسكم بقى معانا عشان احنا ما شفناش الوسخه بس شفنا خلفتها صراحه. والله العظيم هذا الذنب ان انا اغلط فيها، بس للاسف يا ريتها بركت عليك، خلفتها وسخه، يا ريتها بركت عليك يا ابن الجزمه. يا جابوك مطر ومش وزعوه على الناس كان خير. اي والله والله العظيم لو جابوك بلاص مش كان افيد منيك. احترموا نفسكم بقى معانا عشان تعبنا من كل شويه نطلع نرد على شويه الناس دي
احنا تعبنا من الرد. احنا مش عايزين كل شويه نبدا رد فعل للفعل اللي بيصدر علينا. احنا ما ينفعش نتعامل بالطريقه دي، ولا ينفع اي صعيد ولا اي مصري يقبل انه حد يتطاول عليه، لان احنا كلنا في الاخر اخوات. فانت ما تفرجش ولا تتنمر علي ولا تتنمر على اختي اللي في البيت، ولا تتنمر على اخويا ولا تتنمر على اختي. خليكم ناس محترمه، انتوا ناس اعلام بتقدموا المفروض رساله هادفه، المفروض بتقدموا حاجه محترمه، المفروض بتقدموا حاجه محترمه للناس. سيبكم من الهلس والوسخه اللي بتقدموها في برامجكم وقذارتكم اللي بتقوموا بيها كل فتره والثانيه. كفايه حرام عليكم، البلد عايزين ناخذ خطوه لقدام. الناس بتدور في تنميه وفي اقتصاد وفي عمران وكذا وكذا وكذا، وانت بتتكلم بالطريقه القذره دي. بنتكلم في تجديد خطاب دين، وبنتكلم في صعيد مهمل، وبنتكلم في خدمات ناقصه عندنا، وبنطالب بحقوقنا، وانتم بتتكلموا لنا في خلفه ويشحن البنات. هم بهايم يا ابن الجزمه، فاني مباهي بكم الامم الرسول بهايم. يا ده الناس اللي عندنا مؤصله يا تامر امين، افهم، الناس اللي عندنا مؤصله، واقسم بالله ناس مؤصله، ناس عارف اصولها وين جاي من وين ورايح من وين، جاي من وين، عارف تاريخه جاي من وين ونسوى من وين. انت ما عارفش حاجه يا تامر امين، انت على اليمين مدينه ما تعرف حاجه، وكلامك ده غلط عليك وغلط على اي اعلام تاني حيتحول ويتجرأ انه يجيب سيره الصعيد باي حاجه وحشه. احنا مش حنسكت، مش حنسكت ولا حنعدل اي مخلوق يقل ادبه علينا، لان احنا لساننا طويل برضه، محترمين مع المحترم، بس مش محترم اللي زيك حنقل ادبنا عليه. حنقل ادبنا ليه؟ عشان انت قلت ادبك، عشان انت مش محترم. ما انت لو احترمتني وكلمت بطريقه كويسه وكلمت بطريقه محترمه، انا عمري ما حقل ادبي عليك. فاحترمني عشان احترمك، انما حقل ادبك حقل ادبي عليك وحمسح بكلامك امك الارض، وخلي الفيديو ده يلف الفيس كله، وخلي الناس كلها تبدا اضحوكه ومسخره للناس كلها. فبلاش تجبرنا على ان احنا نهينك اكتر من كده، بلاش تجبرنا ان احنا نطلع الوساخه اللي جوانا واوريك الوساخه اللي فيك. بلاش، عشان لو خطيناك في راسنا واستلمناك اقسم بعزه جلالته اللي حنخليك تبطل الشغلانه، حنخليك تبطل الشغلانه اقسم بالله. يا مع عتاوله اللي قبل منك، الزند وزير العدل كان في يوم من الايام اتشال بسبب كلمه عن الصعايده. الزند وزير العدل اتشال بسبب كلمه عن الصعايده في حمله كان قادوها جنب مجموعه من الشباب عندنا في الصعيد من حوالي 4-5 سنين، لو فاكرين الموضوع داتي. متولي سعيد بدا يكتب دم عينيه من فتره لما غلط في الصعايده. ما بتتعلموش، انتوا بتتعلموش ولا انتوا بتجيبوا الاهانه لنفسيكم، ولا انتوا عايزين تطلعوا ترند؟ طب حنطلعكم ترند بس بطريقتنا يا اولاد الجزمه. انتوا عايزين تطلعوا ترند على حسنا احنا، عايزين تعملوا رجال علينا احنا، بتطلعوا نفسكم رجاله واحنا بنطلع بناتنا خدامين. هي فائدتك على عينك انت هذا. هو بيجيب غير الرقاصات، والله هي فائدته بيجيب. واقسم بالله انا ما فاكر استمعت له اصلا لقاء مفيد قبل كده، واقسم بالله ما شفت لك حاجه محترمه استمعت لها قبل كده. انت بتطلعش غير مع الرقاصات يا تامر امين. فانت لو المود والبيئه اللي حوالين منيك كلها رقاصات ووساخه وقله ادب، فبلاش تلزقها في ناس ثاني. عيب عليك. فالناس المحترمه والمسؤولين اللي بيخافوا على مصر وعايزين يقدموا حاجه محترمه واعلام محترم، اخذوا موقف اقتصاد الناس دي، اخذوا موقف اقتصاد اي اعلامي هابط بيقدم فن مبتذل او بيسيء لفئه معينه من المجتمع لانه بيعمل تفرق ما بين الناس. اخذوا اجراء قانوني اقتصاد الراجل ذاتي. المصريين والناس المستشارين والنواب الصعيده تحركوا وخذوا لكم خطوه ايجابيه لقدام، اعملوا له استجواب، اعملوا له استدعاء، ارفعوا عليه قضايا، اعملوا اي حاجه. اهم حاجه البني ادم اللي يغلط فينا يتجازى بالادب وبالزود، بالادب وبالزود يتجازى عشان يعرف انه ما يغلطش في حد ثاني بعد كده. لان احنا لو سكتنا على الغلط مره حنلاقي كل فتره والثانيه حتلاقي حد بيغلط فينا وبيهنا. تامر امين انت انسان مش محترم، انت راجل قليل ادب، انت مش متربى لما تغلط فينا وتغلط في بناتنا. احترمنا عشان نحترمك ونحترم اي مصري ثاني معانا. احنا اساس مصر يا تامر امين، افهم يا ابن الجزمه، افهم يا ابن الجزمه. احنا التاريخ يا واد، احنا العراقه يا واد، احنا العروبه يا، احنا الاصل يا، احنا جدنا سيدنا النبي يا. افهم يا ماكل ابوك الكلام ده، افهموا الكلام ده وبلاش تقللوا مننا يا ماكلين ابوكم، بلاش تقللوا مني، بلاش تكرهونا فيكم وتكرهونا في الاعلام الوسخ بتاعكم. قدم حاجه محترمه يا اخي، قدموا حاجه محترمه، حاجه تفيد الناس، بلا تخلف وجهل بينا. الناس عايز تاخذ خطوه لقدام والبلد عايزين نطلع بها لقدام، ترجعونا لورا بالكلامات والخلافات دي.
انت غير متخصص ان انت تتكلم في موضوع خلفه، ولا انت تحدد لنا احنا نخلف كام ولا نسوي كام. فيه دوله وفيه كيان وفيه مؤسسات في البلد تقول هي اللي بيحصل، تشوف هي اللي بيسوي، انما مش واحد اعلامي قذر زيك يطلع يناقش اي قضيه وخلاص كده. انت تخلفه ومش خلفه، انت شغال انت بتخلف مكاننا يا ابن الجزمه ولا بنولدك احنا؟ انت شغال تنظيم اسره. مش عارف انا، انت اعلامي خليك في الاعلام بتاعك يا عم، شوف لك الرقاصه يا عم، بس ما تجيش في سيرتنا يا عم. التوعيات دي بتاعت وزاره الصحه يا بابا، مش بتاعتك. وزاره الصحه مش مقصره كمان في الموضوع ده، ما تدخلش بحاجات انت مالكش فيها، حتتهان وحتشبع شتيمه وقله ادب من الصعايده، وحتشوف بعد الفيديو داتيه وحتلاقي 100 واحد صعيدي طلع يرد عليك، فحرام تجيب الاهانه لنفسك. الله ينعم ابو تربيتك تربيه وسخه يا اخي. اعملوا مشاركه للفيديو ده يا جماعه، عايزين نوصل ليه هنا بالله، عايزين نشوف الكلام اللي انا بقوله ده يمكن. السلام عليكم.